واش عطال مرحبا بكم فيديو جديد. عندك 3 ايام في السيمانه باغي ترينيها، ما عرفتش شنو البروغرام اللي غادي دير فيه. مرحبا تفرج في هذا الفيديو غادي يفيدك مزيان. اول حاجه نقول لك يا بطل 3 ايام السيمانه راه كافيه وخيره واحسن، ما تزيد ما تنقص. لكن على قبل الوقت كيعاني الحصه ديالك راه عندي شي وقت كندير كاع كاينش ما عندك غادير لها شهر نتينا يومين السيمانه نعرف كيفاش تريني نقول لك غتستافد فيها. بالعكس بروغرام ديال 3 ايام الاخوان بالنسبه لي كتكون مزيان، يعني كدير واحد 3 الحصات اللي كيكونوا واعرين، يعني ماشي راه كنمشيو نبقاو نزعلوا بلاصات شادين السمن كنضربوا بحال الحصات كيكونوا معدلين اوتوماتيكمون غادي كتولي باغا ترتاح، وكنلعبوا على الراحه باش لو كور ديال الاستشفاء العضلي ديالو كتشوف واحد الريزلت زوين. ما غاديش نطول عليكم، بروغرام ديال 3 ايام الاخوان بارت الاولى ان شاء الله. الحصه الاولى اليوم اللي غتشوفوا هذا الفيديو كيساق ديال البوش، كتاف قدام جناب صدر تريسيبس. غادي نخلي ما نطولش بكم، نخليكم تشوفوا التمارين ونحاول نشرح لكم ليكزارسيس والتمارين. نقول مثلا انا بالنسبه لي غادي نبازي عليهم عندي 3 ايام في السيمانه. خليكم بارت الاولى الحصه ديال البوش. من بعد ما سخنا مزيان باش تفادوا الاصابات، اول اكزارسيس بانش بريس 5 ديال اليساري، 5 حتى 6 ديال اليساري. بقاش هذا اول تمرين الاخوان، يعني غندير واحد 2 سيريات خفاف ونضرب لي ريبيتيسيون مزيان باش نسخن العضله وندخل هذا الدم مزيان، باش لي سيريات الاخرين 3 ولا اللي غنخدم 4 غادي نستافد منهم مزيان. فهمت؟ يعني في اي عضله ديما التمرين الاول كدير واحد 5 ولا 6 ديال اليساري. من بعد كندوزو انكلاين دامبل، غادي نوع ما بين لابار في البنش والدامبل في الانكلاين. هنا دابا غنمشيو 4 ديال اليساري عادي، ولكن اوزان اللي غنحس بالخدمه. حسيتي راسك زيدتي واحد الوزن خفيف في السيري الاول ما نحطوش حتى نزير به العضله مزيان، ندير لي ريبيتيسيون، ندير بلوكاج، ندير نيجاتيف، يعني ما نحطاش حتى نحس يعني السيري صافي تزيرت. عندنا 4 سيريات خصني نحس بالخدمه. كندوزو للتيراج. التيراج هنا الاخوان راه ماشي ما تلعبوش على الدخل، هنا كتستريشي العضله، كدير واحد سكويز في طلع، يعني كدير واحد الوزن اللي كيخليك دير خدمه صحيحه وتستهدف العضله 100% وكتفادى المشاكل الاصابه ديال الكتف. كاين بزاف ديال الناس كيبان لك كيجي كيبدا يتشقل كيتعافر صدرو ما كيبقاش مطلعو، كيعوج ظهرو، ايديه ما كتبقاش يعني دايره كيولي تنيه. لا من بعد كندوزو للديكلاين 4 ديال لي سيري. حتى هذا ليكزارسيس هذا حاول اني ما نتقلش، حيت هو صعيب في التكنيك ديالو، وحاجه اللي كتقل فيها والتكنيك ديالها صعيب كتخربق لك الموفمون، العضله ما كتستافدش. وزن خفيف ونخدم ثقيل، نعصر ايديا مزيان وعادي، يعني في كاين مشكل اش نبقى انا نتعاند نبدا نتعافر. من بعد كندوزو للديبس. انا راه ركزنا تمرين في هذا الحصه الاخوان، راه ماشي غنبقى نضرب صدر ثاني نقتلو عاد باش ندوز للكشاف حتى هما نقتلهم عاد باش ندوز. لا راه تمرين غير كل تمرين كتعطيه حقه. ثانيا دابا الكتاف اختاريت هاد الهامر بريس ما كايناش، كدير البارة كدير لي زاطير 4 ديال لي سيري، كل سيري كتخدم الفشل، كدير بوا خفيف كتخدم الفشل. يعني انا اش قلت لكم راه ماشي غنبدا نضرب في الكتاف انايا بالتمارين، لا تمرين واحد كل عضله غادي نقشل فيهم العضله مزيان. من بعد كندوزو للجناب. الجناب حتى هما نفس الخدمه 4 ديال لي سيري، كل سيري فشل العضلي، يعني نخدم الا ما حسيت راسي صافي كتافي تبلوكا غادي نبقى هاز هذاك الوزن حتى نزير عاد باش نحطو. من بعد كندوزو للتريسيبس حتى هي كذلك نفس الخدمه. هنا في هذا ليكزارسيس الاول كندير هذاك بحال دابا مثلا بديت ب 50 كنضرب 10 ما نوقفش، نزيد 60 نضرب 10، نزيد 70 نضرب 10، نزيد 80 نضرب 10 حتى تزير تريسيبس، تزير ايدي مزيان. هذاك سيري واحد 4 ديال لي سيري. من بعد كنختم بهذا ليكزارسيس هذا كنبدا من التحت كنطلع فوق راسي، يعني خدمه صراحه يعني 2 تمارين مختلفين اساسيين 4 ديال لي سيري. كانت هذه هي البارت الاولى ديال 3 ايام عندنا في السيمانه، بديناها بالبوش. نتمنى تكونوا استفدتوا ونشوفكم في البارت الثانيه ان شاء الله.